السلام عليكم. جينا رابع يوم رمضان من المطبخ انا وام شهد، لكن اليوم راح نديروا لكم اكله اول مره نديرها كعائله صديق، راح نشوفها تخيب ولا تصيب. يلا شوفوا لنهايه الفيديو تشوفوها الاكله هذه. هو كل اليوم كل شيء بنديروا اليوم لاول مره بنجربه. لاول مره. اول حاجه عندنا رز بالجمبري. رز بالجمبري طريقه جديده، يعني طريقه ان شاء الله اي حد بيجربها حتكون سهله ان شاء الله تصدف معنا اليوم. الشيء الثاني حلا اللوتس وبعدين راح لو صدنا الوقت حنديره بلح الشام. الحاجات هذه كلها ثلاثه اليوم اول مره نديروها ان شاء الله. يلا راح نشاركوكم الفيديو، وانا راح نشارك ام شهد معاها في المطبخ اليوم، البنات في المدرسه واللي في الديكير، وان شاء الله ما زالت الوقت معنا تو الساعه 3. معنا شخص واحد بس معنا كوكو طبعا موجود. كوكو بس موجود في البيت. كوكو حريص اليوم. اول شيء نجيب الطنجره. ايه هاي تساعد اليوم. معنا طنجره فاضيه. اول حاجه نحطوها في الطنجره معنا زيت ومعنا زبده. بسم الله. هنحطوهم على النار لين يذوبوا، وبعدين حنضيفوا الجمبري. معنا البهارات مشكله. البهارات اللي عندك في البيت، اي شيء تحبي تحطيه حطيه، واهم شيء يكون بشياطي، يكون فايح اكثر الثوم. طبعا انا عندي بودره الثوم، حنحط ثوم ثاني فص معنا. حط مازال مازال نحط هذه على النار الاول. كوكو تو اول ما ذابت الزبده في الزيت حنحطوا الجمبري. طبعا حنحطوا زبده او سمن زي ما تحبي، لكن انا حطيت زبده. شوفوا القصه الجميله هذه. راح نحرشوهم. ذاك اجواء رمضان داخل المطبخ. جميله. تضيع حتى في الوقت يعني. ايه صح. شوف الريحه اللي نشوفها. ريحه تعطي يا اخر حد. ريحه جميله جدا ما شاء الله عليها. حنخلوها على النار هاديه بالضبط لمده 5 دقائق. بعد ما يكملوا 5 دقائق حنطلعوهم وحنبدا بخطوه الرز. شفتوا حنغطي عليها ونخليها 5 دقائق على نار هاديه، وبعدين حنرجعها. طبعا الوصفه هذه انا حنستعمل الرز البسمتي، مش حنستعمل الرز الحبه القصيره. حنجربوا البسمتي اليوم. مقصر معنا السنه صدق. وين الكبسات والحركات بتاعتك بتاع السنه اللي فاتت؟ السنه هذه مشغول هلبة. خليت المطبخ عليك السنه هذه. خلاص هيك كوبايه ونص. طبعا حنغسلهم اكتر من مره لين تتنحى النشا بالكامل، لين تبدا ميتها صافيه، وحنقعهم 10 دقائق بس في ميه دافيه. طبعا زي ما قلت حطيت الطماطم، حنضيف الكزبر، حنضيفوا البهارات. كيف ما قلت لكم افضل شيء انكم تحطوا معاه شنو؟ ثوم بودره وثوم ناعم. شفتوا المكونات هذه اللي حتعطي نكهه واو للرز. على فكره اول مره نديروا رز في طماطم وبصل. اول مره. ايه. يلا نشوفوا اليوم يوم المفاجآت. يعني نفطروا نشوفوا وصفتك هذه. طبعا حتقيمها على الفطور اكيد. ايوه راح نقيمها لك، يعني نقول لك هذا رز يا مش رز. هو اكيد رز، لكن حتقولي يا اكله طيبه يا مش طيبه. طبعا حطيت في الطنجره كوبايتين ميه لاني حندير كوبايه ونص رز، وحنضيف عليها الصوص اللي فاضل من الجمبري المره الاولى. واول ما تغلي معي الميه حننزل الرز على طول. على فكرة لما نحطوه الرز ما نغطوش الغطاء نهائي ونخلوه بالشكل هذا. واول ما يكون عندنا الرز بالشكل هذا، يعني الرز فيه فتحات، هنحطه من دون ما نحركه ولا نديروا اي شيء. هنحط شنو؟ الجمبري على الوجه من فوق بالشكل هذا.
ونغطوه لمدة 20 دقيقة من دون ما نرفع الغطاء نهائيا. يا سلام. وبالشكل هذا بعد 20 دقيقة خلاص كل شيء جاهز عندي، وحبة الرز شفتها طيبة ما شاء الله. طبعا قاعدة نجهز في الحاجات علشان صديق يجي يساعدني. صديق وصلت؟ وصلت. وصلت. تريحش فكري تعبين نمشي في السوق. ايه وتصوري ايه ما يريحوكش الا يبعتوك للسوق. لازم ضروري في شيء ناقص. يلا مش مشكلة، على العموم فيه فايدة في اليوم. ايه نظفت الحوض وكل شيء. ما شاء الله. حطيت الشرب على النار. ما شاء الله. يلا تنظف القطايف. على فكرة القطايف له صديق يدور عليهم 3 ايام في المحلات. لفيت الدنيا كلها ولا محل لقيت فيه ولا اليوم محل. لو قلت له معاليك شهد حتنقذك وحدلك. واحد صايم قال لي انت متاكد واخذه من المحل هذا؟ قلت له. قال لي معناه من 200 سنه فاتوا. قلت له والله من 2 فاتوا. قال لي لا مش واخذه من هني. يعني قعدت انا في جدال صايم جديات هذاك. فصديق زعل وقال يا ريتني صايم في ليبيا. قلت له ليش؟ شاهد في الخدمه. يلا نديروا بلح الشام. على فكره مشي اسال في واحده قال لي بلح الشام، قلت تلقاه في جهه الخضره غادي تحسبها البلح هي. ايه صدق ده صدمه. جبت لك كل المكونات. ايه كنا بنديره لكن كان ناقصنا اما طرف هذا. ايه كان ناقصنا الطرف هذا. فصديق قال مش حنديره صاده، يبي طبعا مشكل بلح الشام اصلي. جبنه. يلا. اول شيء في بلح الشام يا صديق حنجهزوا ميه وسكر وزيت. شوفوا ميه وسكر وزيت. سكر وزيت نحركوهم نحطوهم على نار لين يغلوا. بعدين حنضيفوا السميد والدقيق. عينك ميزانك. صار على الكميه اللي تبي تديرها. والله انا هيك عجبتني الكميه دي قلت تمام هيك. يلا نحطه على النار. شفت المكون كيف بديت تقول له عصيده صح؟ ايه نفس العصيده. حنخلوه يتريح تماما ويبرد، وبعدين حنضيفوا له بيضتين وفانيلا ونضيفوهم تدريجيا لغايه ما يتكون عندنا عجين. هذا كله حنصوره اذا كان صديق ما مشاش للبنات. لو صديق لحق حيكمل معنا، لو ما لحقش يضطر انه يمشي يجيب البنات من الحضانه. تو الساعه 4:30 مازال نص ساعه. طبعا على اساس ان الكاميرا كانت تصور لكن ما كانتش تصور. طبعا ضفت البيض اللي هو بيض والفانيليا وخلطتهم مع بعضهم وعجنت العجين وطلعت معايا هذه النتيجه النهائيه. شفتوا؟ طبعا حطيناه في كيس الحلويات هذا. حنبدو نحطه واحده واحده. طبعا حنخلوا النار هاديه وبعد ما نحط الكميه كلها حنعلوا النار. اوكي بسم الله. هذه اول مره حنجرب الشيء هذا. يا سلام. بسم الله. وهذا الشكل النهائي بعد ما قليتها. طبعا صديق قال لي خليها حمرا زياده. تو حننزلوا عليها بالعسل البارد. يا سلام. ورشة فستق حلبي. يا سلام. مع شوية بسكويت هيك. الله اكبر. شوف المنظر. يا سلام يا شاهد. شهود ايش رايك تذوق؟ تقول ايش رايك فيها؟ بس ساخنة. اوكي تقرمش. تو هذه حنغطوها وحنخلوها نفطروها مع الحليب. وهذه وصفتنا الثانية اليوم بلح الشام. حنخلوها على جنب وحناخذوا فيها راي صديق بعد الفطور. وهيك حنكون وصلنا لاخر صنف معنا اليوم، هو الصنف الحلو اللي حنشربوه بالقهوة بعد المغرب، وهو حلا اللوتس او تقدروا تقولوا تشيز كيك اللوتس. طبعا هنا عندي كريم شانتيه، عندي جبنة، قشطة، حليب محلى، بسكويت، زبدة سايحة. هنصبوا الزبدة سايحة على البسكويت. مين تماسك معانا بالكامل حنحطها في قالب الكيك. طبعا خسارة كنت ندور على بتاع التشيز كيك لكن من اول ما سكننا ما استعملتهاش، مش عارف وين موجود. حنستعمل هذا وخلاص. هيك حطينا اول طبقة بسكويت اللوتس. تو حنجون خلطوا باقي المكونات. اول شيء معانا كريم شانتيه. طبعا قلتش الا الشكل هذا اللي هو جاهز، وحنضيف الجبنة والقشطة والحليب المحلى.
جبت لك. شوف 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 شوف. وهذا اللي رفاني. ها يلا نفتح لك. هاتي. وين مشيتي تتا؟ أنا بقصها. هاك اعطيه سدول. هي صح صح. رجعنا صديق مع البنات. رجعنا من داخل المطبخ. ايش رايك في ما شاء الاصناف الله. اللي انا درتها؟ هذا حلا لوتس وهذا باب الحاره قبل نقول. بلح الشام. بلح الشام. هذا بلح الشام. حتعطينا رايك فيهم بعد المغرب اكيد. واليوم هيك شاركنا معاكم الرز بالجمبري بالشكل الجديد طبعا بالخلطه جديده زي ما شفتوا. ومعانا بلح الشام ومعانا حلا اللوتس. حلا اللوتس حلا اللوتس او تشيز كيك اللوتس عادي. تشيز كيك احلى ممكن. ممكن ايه. شو المثل ثاني في السفره؟ خلاص حندير بيتزا اقراص يعني تمام. ميني بيتزا ايه. وسلطه وشوربه ليبيه الحمد لله. اهم بركه. شيء انه ما فيش تبديل. لا ما فيش تبديل. اهم شيء. هذا ان شاء الله حنمشوا بيه. ممكن تمشينا 3 ايام. 3 ايام. ايه 3 ايام ما فيش حلو. يلا نروح نصلي العصر ونظبط الامور. نتلاقوا بعد تذوق فقره التذوق مع صديق. نتلاقوا مع بعد المغرب بعد ما نفطروا والقهوه وهيك نشوفوا الاجواء الجميله اللي دارتها لنا ام شاد. وطبعا هذه انا خطشيت فيها. هذه طبعا انا وانت درنا طبخنا هذه اليوم انا وصديق من المطبخ. يلا نشوفكم بعد الافطار ان شاء الله. ان شاء الله. رفاني نشوفوك المغرب. بعد المغرب. يا ويلي يا ويلي على الصالة. شوف الصالة بمجرد ما يروحوا على طول الصالة تتكركب. بنات ما زال في 5 دقايق على صلاة المغرب. عندي كم 2 minutes تضموا كل شيء بسرعة. لازم كل شيء يضم. شو بتديروا؟ اجتماع يعني. هذا في كل مرة نقولهم ضموا الصالة هيك يديروا. سدوا لي معاكم. بنات لازم تضموا كل حاجة بالتدبير. 1 2 3 ضميتوا كل شيء؟ شكرا شكرا. شوف الصالة ما شاء الله في ثواني. نعم. هل تبي عصير؟ جايب العصير. تبي العصير يا صديق؟ تفضل. عطينا قبل المغرب دي ما يدور. قلت لهم البيت على طول قبل المغرب اما يروح البيت على طول يحوص. بس في دقيقتين حيضموه. جات سيدار تضمها. سيدار شوف صديق شنو جاب من المحل تو. قالت له تو تصب لي طاسه. صب لي. شوفي طاسة. حتى انت تبي. طبعا البنات بعد ما ضمن الصاله داريت اكتيفيتي ويلعبوا واحنا توي صديق قدنا المغرب. أدى المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صلنا على رسلك وفطرنا ذهب الضمائر الأجر إن شاء الله. شنو هذا؟ تعال هاكي منشف امسحي فيه اوكي؟ شوفي يدي. شوفي يدي. امسحيك اوكي؟ امسحوا لها امسحوا لها. بسم الله. ابدعت. بجد بجد مش عشان قدام الكاميرا بس. لا لا كبير. نعم نعطيكي حال. واو حتى انا ضقت شيء خيال. هو مشاش في خاطرك. ضروري تجربوه. مشاش في خاطرك اليوم. نعم. شو درتي؟ واو ما شاء الله. ديريها بالاشكال اوكي؟ قصي. ما زال تو الرز بالجمبري وتي روحك. صحة طبعا سيدا لازم تشاركنا. هو راح نجربه ونشوفوا يا خابت يا صابت. بسم الله. اول شي حنضرب الرز. هذا يقولها رز الكبسة السعودية. صح كلامي ولا مش صح؟ هذه كبسة ولا مش كبسة؟ كبسة. شنو الطعم؟ طعم ولا أروع. والجمبري زايد النص. ايش رايك اعتمدوها طريقتي وديروها مش حتندموا. وجبة مفيدة وحلوة وسهلة وفي نص ساعة تكون جاهزة معكم. وهذا فطورنا لليوم. عندنا سلطة فتوش، عندنا بيتزا، شوربة وبوريك. نرجع لكم في التحلية مع القهوة. شو تحضر صدق؟ قلت حطي لها على القطط ونبي نتفرج. شوف. تحبي قطوسة انتي؟ ركبت 9:30 والحوش كلها راقد الساعة 10 خلاص. طولنا ساعة 4:30. سحرنا تو وقت الكيكة. صديق اسمكم بده ياكل.
شو رايك فيها؟ جميلة. شي بارد وحلو. شي جميل بدك على القهوة. على فكرة أنا أول مرة نجرب اللوتس، يعني مش مجربات من قبل. أنا أحب أكتر شي تشيز كيك يكون بالشوكولاتة أكتر شي. اللوتس ماشي مع تشيز كيك يعني راكب. خلص نسكافيه وصدق قهوة من قبل الفجر. لنايضة معنا سدوني بس سدون فطريتي ماميتي. وي ساعد وشذا وراها فرفان. وين ننو؟ تعالي مامي معانا. كيك يس تعالي جربي. تعال. ايه قهوتي حاضر حنشربها.